العام. وننتقل الآن لكلمة السيد الرئيس فيها. الإخوة المواطنون، أتحدث إليكم بعد ساعات من تعرض مصر لعمل إرهابي آثم استهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، ووجه ضربته الإجرامية، ونحن نحتفل مع العالم بأعياد الميلاد والعام الجديد. لقد هز هذا العمل الإرهابي ضمير الوطن، صدم مشاعرنا، وأوجع قلوب المصريين مسلميهم وأقباطهم. امتزجت دماء شهدائهم وجرحاهم على أرض الإسكندرية لتقول لنا جميعا أن مصر برمتها هي المستهدفة، وأن الإرهاب الأعمى لا يفرق بين قبطي ومسلم. لا يزال الإرهاب متربصا بمصر وشعبها، يطل علينا بوجهه القبيح بين الحين والحين، يروع الآمنين ويهدد أبناء شعبنا في أرواحهم وأرزاقهم. لقد طالت يد الإرهاب ليلة أمس ضحايا أبرياء بعملية إرهابية غريبة علينا وعلى مجتمعنا، لإرهاب لا يعرف وطنا ولا دينا. عملية إرهابية تحمل في طياتها دلائل تورط أصابع خارجية تريد أن تجعل من مصر ساحة لما تراه من شرور الإرهاب بمنطقتنا وخارجها. إنني أؤكد وإلى جانبي كل المصريين أن قوى الإرهاب لن تنجح في مخططاتها، وستفشل في زعزعة استقرار مصر أو النيل من أمان شعبها ووحدة مسلميها وأقباطها. إن أمن مصر القومي هو مسؤوليتي الأولى، لا أفرط فيه أبدا، ولا أسمح لأحد أيا كان بالمساس به أو الاستخفاف بأرواح ومقدرات شعبنا. أيها الإخوة المواطنون، لقد تلقيت ولا أزال تقارير عديدة من أجهزة الدولة على مدار ساعات الليلة الماضية، وأقول بكل الثقة أننا سنتعقب المخططين لهذا العمل الإرهابي ومرتكبيه، وسنلاحق المتورطين في التعاون معهم ممن يندسون بيننا. إنني أتقدم بخالص عزائي ومواساتي لأسر الضحايا والمصابين أقباطا ومسلمين، وأقول لهم أن دماء أبنائنا لن تضيع هدرا، وسنقطع يد الإرهاب المتربص بنا. أقول لهؤلاء المتربصين: لقد كسبنا رعكتنا مع الإرهاب في سنوات التسعينات، وتخطئون خطأ فادحا إن ظننتم أنكم بمنأى عن عقاب المصريين. إن هذا العمل الآثم هو حلقة من حلقات الوقيعة بين الأقباط والمسلمين، لكن الله رد كيد الكائدين في نحورهم. فلقد أكد من جديد أننا جميعا في خندق واحد، وأننا جميعا سنقطع رأس الأفعى ونتصدى للإرهاب ونهزمه. ربنا اجعل هذا البلد آمنا، وانصرنا على كل من يريد به الشر والسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعنا مع حضراتكم كلمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة، والتي أكد فيها أن الإرهاب متربص بمصر وبشعبها بين الحين والآخر. هذا الإرهاب الذي طال بالأمس الأبرياء في عمل إرهابي دخيل وغريب على الوطن المصري. وشدد الرئيس مبارك على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه. وقال السيد الرئيس إن مرتكبي هذا الحادث سيتم متابعتهم وسيتم التصدي للإرهاب الذي طال من قبل مصر وتم محاربته.